خدي تعالي هنا، انتي هتتجوزي امتى؟ يا عيني، دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي. ايه ده؟ ودي اتجوزت وما خلفتش؟ ايه ده؟ واللي هناك دي؟ حول الله يا رب، ده محدش بيقرب لها خالص. كلمتين ملهمش لازمه، صح؟ كلمتين ملهمش عايزه، كلمتين مش كويسين. طب تعالى نسلم على بعض الاول وبعد كده نبدا في الكلام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلام. شفت الجملتين اللي انا قلتهم في الاول اللي ملهمش لازمه دول؟ للاسف كتير منا ماشي بيهم، ما يعرفش ان احنا كل واحد واخد رزقه، واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين، مش ناقصهم قيراط واحد. بس مش كلنا واخدينهم بنفس الوضع. بمعنى، انا واخده رزقي مثلا في صحه، غيري واخد رزقه فلوس، غيري واخد رزقه ولاد، غيري واخد رزقه سفر وحياه كويسه، وهكذا. فليه نبص لرزق بعض؟ ليه ليه اجي ابص لحد مثلا ربنا كرمه برزق في مكان معين، هو عنده نقص في حاجه معينه، اجي اقول له يا عيني، هو انتي ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ يا حبيبتي، هو انتي ما جوزتيش لحد دلوقتي؟ يا حبيبتي، هو انتي ما اشتغلتيش؟ يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي، طب انتي مالك؟ انا خدت ال 24 قيراط بتوعي وراضيه بيهم، ارضي انتي بقى بال 24 قيراط بتوعك، مالكيش دعوه بال 24 قيراط بتوعي. انا تمام، انا مبسوطه، انا ما جيتش اشتكيتلك ولا عيطتلك. ليه تضايقوا الناس يا جماعه؟ ليه ما بتجبروش بخاطر بعض؟ ليه اقف احرق في دم اللي قدامي؟ يعني هل البنت اللي لسه ما اتجوزتش مش نفسها تتجوز ويبقى عندها بيت وتستقر؟ نفسها، بس لسه ربنا ما كرمهاش بالحد الكويس. مش معنى كلامي ان ما بيجيلهاش عرسان، لا بيجي، سبحان الله، كل واحد ربنا بيبعت له رزقه لحد عنده، بيجيلها عرسان، بس مش ده الحد المناسب ليها. فخلاص، يعني المفروض ان هي ترمي نفسها في اي جوازه وخلاص عشان ترضي سيادتك؟ مش لازم ترضيكي على فكره، مش لازم انتي تبقي مرضيه خالص خالص، عادي يعني. اهم حاجه ان صاحبه الشأن نفسها تبقى مرضيه. وحقيقي انا مع جدا اي بنت ما ترضاش ان هي تتجوز غير من الشخص المناسب، الشخص اللي تحس انه مناسب. لكن جو بقى قعدة جو ان انا اتجوز عشان بس الناس ما يقعدوش يتكلموا، لا، ما يتكلموا عادي، ما فيهاش اي مشكلة، ما فيش اي مشكلة فيها، يخبطوا دماغهم في الحيطة. لكن انا دايما شايفة ان في مثل شعبي كده بيقولك ايه: قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. ما هي ممكن الواحدة من دول تتجوز عشان ترضي سيادتك، عشان سيادتك تسكتي وتبطلي تحرقي في دمها، وتلاقيها يا عيني اتجوزت واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيه، عمال يضرب فيها، عمال يهين فيها، مش مقدرها، مش محترمها، مش بيحبها. هي استفادت ايه؟ هي اتأذت بسببك عشان انتي واحدة لسانك سليط، وهي كمان واحدة ضعيفة الشخصية. هي لو مش ضعيفة الشخصية تقولك بس ستوب، ما تتدخليش، حياتي ملكيش دعوة بيها، اتجوز ما اتجوزش، اسافر ما سافرش، اشتغل ما اشتغلش، ملكيش دعوة، ما تتدخليش في حياتي. لكن ياما بنات اتجوزوا لمجرد ان هما بيريحوا دماغهم من الزن. لا معلش، زنوا عادي، زنوا، افضلي زني عليا كتير وانا مش هتجوز، مش عايزة اتجوز، ما لقيتش حد مناسب، ما لقيتش الحد اللي انا احس معاه بالامان. هتشاركيني؟ مش هتشاركيني، انا حرة عادي جدا. وانتي خلي لسانك في بقك شوية. بمعنى، انا مش لازم ان انا اتدخل في حياة حد على فكرة، كل واحد اضرب بيته، كل واحد اضرب وضعه، كل واحد اضرب بدنيته يمشيها ازاي. البنت من دول اتجوزت والحمد لله ربنا كرمها، تيجيلك بقى نفس بنت الحلال دي، ها هو مفيش حاجة جاية في السكة؟ يا ستي مالكيش دعوة، وحتى لو في انا مش هقولك، ما يخصكيش. لكن ليه تطفل يعني؟ ليه مناخير حضرتك قاعدة في شقة حضرتي؟ ليه انتي مالك اصلا؟ ما تخليكوا في حالكم. ولا قدر الله بقى لو الواحدة من دول ربنا ما رزقهاش مثلا ومتأخرة شوية مثلا في الخلفة والكلام ده كله، تيجي بقى نفس الشخصية السخيفة دي: يا عيني، هو انتي لسه ما خلفتيش؟ يا عيني، روحي الحقي حاولي واعملي دكاترة واكشفي يا جدعان، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ليه كده مفيش رحمة؟
يعني انتي متخيلة ان الواحدة اللي ما خلفتش مثلا دي مش نفسها تخلف؟ هل هي مبسوطة مثلا؟ هي اكيد تعبانة ونفسها تخلف وبتسعى هنا وهنا 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 وهنا. بس هي مش لازم تيجي تقولك انا بعمل كذا، عشان انتي مالكيش دعوة اصلا. مش لازم تيجي تقولك انا النهاردة رحت عند الدكتور والدكتور طلب مني اشعات كذا وعملت تحاليل كذا. مش المفروض ان هي تعرفك خط سرها. فبالتالي انتي كمان مش المفروض ان انتي تدخلي في اللي ما يخصكيش. بلاش لساننا اللي بيضرب من تحت لتحت ده. بلاش نكره الناس في عيشتها. فكرتي بقى كده في كل مرة انتي جرحتي غيرك بيها، هي لما روحت بيتها حست بايه؟ اتوجعت قد ايه؟ لا، ما جربتيش وما حسيتيش. عشان انتي لو فكرتي تحسي ما كنتيش قلتي من الاساس، ما كنتيش وجعتيها من الاساس. يا جماعة نحط نفسنا مكان غيرنا، نحط نفسنا مكان غيرنا. واللي ربنا رزقها بطفل بس عنده مشكلة، تلاقي بقى يا عيني الشحتفة شغالة. يا عيني ده غايبة واد مش عارف ايه، يا عيني ده بنتها عندها مشاكل ايه، يا عيني يا عيني. يا جماعة اللي عنده طفل عنده مرض معين او عنده مشكلة معينة بيبقى كأنه هو اللي تعبان اكتر من ابنه. فانتي جاية تحصريني على ضنايا؟ لا، لا. ده انا اجيلك في عز ما انتي بتعيطي وفي عز ما انتي تعبانة اقولك انتي ليه زعلانة، ده هيبقى احسن من الاول. لا، ده كان في حد زيه كده وبقى كويس وبقى زي الفل. لا، قولي الحمد لله، ده احنا احسن من غيرنا، في ناس مبتلية اكتر اكتر من كده بكتير. قولوا الكلمة الطيبة، قولوا الكلمة الطيبة. ما سمعتوش مقولة كده في يوم من الايام كده بتقول الكلمة الطيبة صدقة؟ يا جدعان اتقوا الله في الناس. الناس مضغوطة وتعبانة وكل واحد عنده اللي مكفيه، بلاش نزود على بعض. اتقوا الله في بعض، اتقوا الله في بعض. يعني انتي متخيلة ان كل واحد راضي؟ كلنا حاسين ان في حاجات ناقصانا، كلنا حاسين ان في حاجات ناقصانا. بس كلنا عارفين ان احنا الحمد لله واخدين ال 24 قيراط بتوعنا. الجزء اللي ناقص مش مشكلة، مش مشكلة، عادي. المهم ان انا الحمد لله ربنا مرضيني بحاجات تانية. ومش معنى كلامي ان احنا مش راضين ان احنا بنقنط من رحمة ربنا، لا لا لا. هي الفكرة ان البني ادم طماع. البني ادم عاوز كل حاجة، انا نفسي في كذا وكذا 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 وكذا. انا نفسي اتجوز واخلف ويبقى معايا فلوس واسافر وجوزي يبقى حنين ومحتاجش حاجة وابقى جميلة وابقى. هو ده طبع البشر، ان هو طماع عايز كل حاجة. وعارفة لو عندك مثلا 8 حاجات من 10 هتبقي لا ده انا ناقصني الاتنين التانيين، هتنسي ال8 دول وتنسي وتمسكي في الاتنين دول. لا، ده انا اقول الحمد لله. بجد كلمة الحمد لله بتريح، بتريح قوي 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 قوي. انا تمام، انا بقول الحمد لله وراضية وزي الفل، انا مرتاحة. وطول ما انا مرتاحة فخلاص انا راضية بحياتي وما بتدخلش في حياة غيري. لكن انا ما يبقاش عندي حياتي واجي اقدر الناس بحياتها. يعني انا لسه شايفة من شوية واحدة بتحكي ان ليها واحدة جارتها سخيفة، كانت كل ما تشوفها تقول لها انتي عمالة تسافري وتروحي وتيجي، يا بختك ده انتي بتسافري، يا بختك ده انتي بتخرجي، يا بختك ده انتي مش عارف ايه، مش زيي قاعدة متكتفة بولادي ولا عارفة اروح ولا عارفة اجي، مش زيي جوزي ما بيخرجنيش وما بيودينيش، مش زيي مش عارف ايه، مش زيي. كان رد البنت دي عليها ايه؟ ردت عليها قالت لها سهلة، اديني جوزك الراجل الكويس معاكي اللي مقدرك وبيحافظ عليكي، واديني ولادك اللي ربنا يبارك لك فيهم، واديلي اخوكي اللي يبيع الدنيا كلها عشانك، وانا اديكي شنطة سفري بمصاريف سفرك واديكي كل اللي انتي عاوزاه. فجأة هي ادركت النعمة اللي هي فيها وخافت عليهم من الحسد. طب ما تخافي من الحسد من الاول بقى وتحطي لسانك في بقك وتسكتي. ارضي، ارضي بحياتك واسكتي. بلاش تفضلي تدي في كلام من تحت لتحت، بلاش تفضلي توجعي في اللي قدامك. ارضي وسيبي غيرك يرضى. ما تبقيش قاعدة بتوجعي اللي قدامك. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، اجبروا بخاطر اللي قدامكم. يا جماعة لو مش هتعرفي تقولي الكلمة الطيبة فاسكتي طالما انتي مش هتعرفي. لكن بلاش تقولي الكلمة الخبيثة. بلاش بلاش. اتقوا الله في الناس، قولوا كلمة طيبة. واهم من ده كله ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني عشان نتكلم في كلام كتير تاني.